بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة أنا ببتديها بسؤال: يا ترى الأموات بيحسوا بينا؟ سؤال كتير بنسأله على اللي مات من أهالينا وقرايبنا وأولادنا وحبايبنا اللي توفوا. يا ترى وهم بعد ما ماتوا بيبقوا حاسين بينا؟ ودايما بنرد وبنقول ايوه، ربنا قال لنا ان في دلائل ان هم بيحسوا بينا، وان الميت بيفرح بالحسنات اللي بتتبعت له من الناس، سواء صدقه او دعاء او حجه او عمره، ويفرح بيها ويتنقل بيها من حال لحال. طبعا حاجه حلوه، لكن بتبقى الناس بتقول يعني ايوه بس نفسي اطمن. وانا كمان كنت بفكر بالطريقه دي. الحقيقه انا عمري ما بشوف احلام كتير، يعني في حياتي نادرا ما بشوف حلم أو رؤية، قليل جدا جدا جدا. لكن في المرة دي شفت رؤية. أنهي مرة؟ شاب اسمه محمد وليد. محمد وليد كان شاب عنده 23 سنة. محمد وليد شاب نقي طيب جدا، طيب وقلبه شديد النقاء، من عيلة كبيرة. محمد وليد توفى، الله يرحمه، توفى وهو عنده 23 سنة. فأهله قرروا إن هم يعملوا ليه صدقة جارية. أمه قررت إن هي تيجي في رمضان اللي فات وتعمل، هي طول السنين اللي فاتت من يوم ما توفى بقاله 3 سنين بتعمل صدقات، بس جت السنة اللي فاتت وقررت إن هي تعمل صدقة كبيرة في شكل مسابقة. المسابقة دي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين يبعت حاجات أكتر، منتجات عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، أشعار، قصة قصيرة، وجايزة كبيرة بمبلغ ضخم هي حطته بنية إن ده كل المسابقة دي في حب رسول الله تروح ثواب لابنها في قبره. كان ميعاد توزيع المسابقة دي كلها اتعملت على عمرو خالد دوت نت، عندي على موقع عمرو خالد دوت نت. يوم ميعاد توزيع الجوائز أنا فاكر كويس قوي طبعا، يوم 9 رمضان ده كنا بنوزع الجزء الأول من الجوائز. فيوم 9 رمضان أعلنا وعملت أنا لايف ستريم، قلت يا جماعة بكرة 9 رمضان هيكون توزيع الجوائز وهنعلن أسماء الفائزين. ونمت بعد صلاة الفجر وهنصحى بقى نوزع الجوائز. والله يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، أنا اللي شفت الرؤية. شفت محمد وليد. اشمعنى النهارده؟ ما محمد وليد مات بقاله 3 سنين، أنا عمري ما حلمت بمحمد وليد، أنا ما بحلمش أصلا. اشمعنى النهارده؟ شفت إن أنا وصديقي إبراهيم وفي 2 تانيين قاعدين، محمد وليد داخل علينا فرحان قوي وشكله ناضج قوي 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 كده. بقول له ازيك يا محمد وليد، اخبارك ايه؟ عملت ايه؟ يعني انت فين دلوقتي؟ قال لي الحمد لله، النهارده كملت حسابي، والنهارده ان شاء الله انا داخل الجنه. النهارده ده 9 رمضان، النهارده يوم توزيع الجوائز. ايه المفاجاه العجيبه دي؟ قلت له النهارده يا محمد. قال لي ايوه، وانا الان بستعد لدخول الجنه. انا خلصت الرؤيه على كده، بس انا صحيت من النوم مش مصدق. انا اول مره اشوف حاجه زي كده. النهارده 9، النهارده هنوزع، النهارده هنعلن الجوائز. ابداعات، كان اسم المسابقه ابداعات في حب رسول الله، والثواب رايح للولد دون، الله يرحمه. معقول يا جماعه؟ كانت رساله والله اعلم. وسالت في تفسير الرؤيه دي معناها ايه؟ قالوا لي استكمل من الحسنات التي ارسلت له ما يجعله من اهل الجنه. يا نهار ابيض، الاموات بيحسوا بينا. ايوه انا عارفها لان النبي قال لنا كده، بس انا كمان مريت بتجربه شديده الوضوح. ايوه الاموات بيحسوا بينا. طب انت بتقول لنا الكلام ده عشان ايه؟ بسمة امل للي يبعت هدايا للاموات، دعاء وصدقه وعمره وحج وقراءه قران. ليك حد توفى؟ جدك؟ حد من قرايبك؟ ابنك؟ على طول دلوقتي جري كنوز من الحسنات، وهيفرح بيها ويتنقل بيها من حال لحال ويعلى درجة في الجنة ويعرف مين اللي بعتها، وتكون بسمة أمل ليكم وليه في قبره. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.